ما علاقة البكتيريا النافعة بالكبد؟ كل هذا راح نكتشفوه اليوم. حلقة جديدة مع الدكتور سامي. ما عليك إلا تفتح مخك وتجيب كاس نعنع وتحضر ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ. نحن لما نقوم بتركيب الدهون في الكبد، تلك الدهون لو لم نقم بحرقها بتمارين رياضية وحرق، يعني حرق الدهون وحرق الطاقة، ويعني عدم تسوية نظامنا الغذائي، تلك الدهون ستبقى وستتراكم. ومع الوقت سنلاحظ أن الكبد بدأ لا يقوم بوظيفته على أكمل وجه. وكل هذه التراكمات تأتي من طريقة أكلنا، خاصة السكريات المضافة. وهنا أنا لا أتكلم حول السكريات التي نقوم بإضافتها في الحليب مثلا، لا أتكلم عن السكر الأبيض. هنالك سكريات مخفية. البطاطا تحتوي على نشويات وسكريات، القمح، الأرز، المعلبات، كل ما هو حلو، كل ما نشتريه من عند بائع الحلويات والباتيسري، كلها عبارة عن سكريات. جسمنا راح ياكل أو راح يستخدم جزء منها، لكن الزيادة، علما أنه طريقة عيشنا عم تتغير. هذا التغير لاحظنا فيه أنه فيه زيادة كبيرة جدا في السكريات المضافة لجسمنا. ماذا سيفعل الجسم بكل هذه السكريات؟ للأسف لن يقوم برميها. هذا للأسف. الخبز مثلا، لو نتكلم عن الخبز الطويل، يزن حوالي 250 جرام، فيه ما يعادل 30 مربع سكر أو 30 ملعقة صغيرة من السكر. تخيل معي، فيه بعض المغالاة. نعم يا صديقي، راح ترى في بعض الصفحات على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي: لا تأكل السكر والسكر عدو الإنسان. نعم، شعارات نسمعها، لكن هنا شخصيا الخبز لذيذ. نعم، لهذا الناس يستهلكونه بكميات في السندويتشات وإلى غيرها، لكن هنا أتكلم عن الكميات. شخص يتناول نصف خبزة ليس كما يتناول كمية صغيرة. من يتناول خبزة كاملة 30 يعني ملعقة صغيرة ليس كمن يأكل ملعقة أو ملعقتين. نعم، الكميات تلعب دورا كبيرا جدا هنا. يا صديقي، هنا سوف نتكلم حول المشروبات الأكثر استهلاكا في العالم: الكولا والعصائر. العصائر الطبيعية والغير طبيعية، كمية السكر فيها رهيبة جدا. 100 غرام في اللتر، كمية كبيرة. حتى لو تكلمنا على العصائر الطبيعية، العصائر الطبيعية مقارنة مع الفواكه الكاملة، العصائر خالية من الألياف. الألياف مهمة جدا. سوف نتكلم بعد قليل أو في الحلقة القادمة في الجزء الثاني حول دور الألياف كغذاء للميكروبيوت. إلا أن الألياف تعمل على إضعاف امتصاص السكر. يعني لو تناولنا الفواكه كاملة مقارنة مع عصرها، الفواكه الكاملة فيها منفعة أكثر من العصائر المجهزة. تخيل معي كل هذه الكميات من السكر، إضافة إلى اللحوم المصنعة واللحوم بكميات كبيرة، سوف تؤدي إلى تراكم الدهون. وتراكم الدهون يعني التهابات في الكبد. نعم يا صديقي، تراكم الدهون يعني التهابات، والتهابات في الكبد معناتها نحن الآن في صدد مرض، ومرض يعني يجب علينا أن نأخذه بعين الاعتبار. ركز معي يا صديقي الغالي في هذه النقطة: المشروبات الكحولية أو الخمور، جميعنا يعرف أنها مسببة لأمراض الكبد. هذا باتفاق كل العلماء والأطباء، لا اختلاف في ذلك. الخمر
سيزيد تأثيره على الكبد كلما كانت حياة الإنسان أو أكله غير صحي أو أكله مليء بالسكريات. ركز معي. بمعنى، في ناس بتعتقد أنه يلزم تناول كميات كبيرة من الخمور لكي يتأذى من كبده. لا، العلم لا يقول هذا. في اختلافات فردية، يعني كلما كانت حياة الإنسان غير صحية، كلما ولو قلت كمية المشروبات الكحولية سوف تؤدي إلى أضرار. ما رأيكم في هذا؟ عجيب. نعم، لهذا اجتنبوا الخمر لعلكم تفلحون. سوف نذهب بعيدا ونغوص أكثر ونتكلم حول الدهون. في هنالك دهون ضارة وهنالك دهون صحية. الدهون الصحية مثل الأوميغا 3، أوميغا 9، في الزيوت مثل زيت الزيتون، كلها يعني صحية وكلنا نعلم هذا. نضيف إلى ما قلته الآن الزيوت الموجودة في الجوز، اللوز، في المكسرات بصفة عامة، الموجودة في الحوت، يعني في السمك، خاصة السمك الدهني. لو تكلمنا حول الدهون الضارة، هنا سنتكلم عن الزيوت المهدرجة، نتكلم عن الزيوت أو الدهون الحيوانية إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة. لما يقول الأطباء توقف عن الدهون، هم لا يقصدون الدهون الصحية لأنها مفيدة. هم يتكلمون حول الدهون الضارة. نفس الشيء بالنسبة للسكريات. لن نقول للناس لا تأكلوا سكريات تماما. نعم صديقي الغالي، لا، يجب على الإنسان، يجب على الجسم أن يستهلك طاقة وسنقوم بجلبها من السكريات. إلا أنه في فرق بين السكريات البسيطة أو السكريات التي لما نأكلها ونتناولها سوف تدخل إلى الجسم مباشرة، مقارنة مع السكريات المعقدة أو البطيئة، تلك التي سوف يتم تفكيكها وسوف يتم هضمها ببطء وسوف يتم امتصاصها ببطء كذلك، خاصة لو كانت من مصدر غني بالألياف، الحبوب الكاملة. لو أخذنا الدقيق المطحون الخالي من الألياف، ليس كما لو أخذنا حبوب كاملة الألياف. الألياف سوف تمنع مثل ما قلنا في السابق الامتصاص السريع. لهذا يجب اختيار النوعية الجيدة وكذلك الكمية المطلوبة. كل ما تكلمنا عليه في السابق مفيد لصحة كبدنا، إلا أنه لحاله ما بيكفي. ماذا يجب كذلك معه؟ يجب الاعتناء بالبكتيريا النافعة. كيف ذلك يا دكتور؟ بريبيوتيك باللغة الفرنسية. البريبيوتيك هي أكل البكتيريا. يجب علينا أن نطعم البكتيريا النافعة لكي تتكاثر. سنة الحياة لدى البكتيريا هي التكاثر، تشبهنا نوعا ما، إلا أنه يجب علينا أن نتعلم ما هو الغذاء السليم لتلك البكتيريا. لأنه لو تكاثرت البكتيريا النافعة في جسمنا واعتنينا بها، سوف تتحسن صحة كبدنا. نعم، ولما تتحسن صحة كبدنا راح يمكننا الوقوع في الخطأ. بمعنى، إنسان لديه صحة كبد ليست جيدة، لما يتناول كميات كبيرة من اللحوم راح يتأثر بسرعة مقارنة مع شخص لديه كبد سليم وميكروبيوت سليم. هل فهمت مقصودي؟ بمعنى، كل مصدر قوة، كلما كانت البكتيريا النافعة موجودة وسليمة وليسوش، يعني النوعية تكون جيدة، كلما كنا محميين أكثر. يا سبحان الله. الآن سوف نتكلم قليلا حول البكتيريا النافعة أو التي نسميها بروبايوتيك. البروبايوتيك هي البكتيريا النافعة. بريبايوتيك هي الغذاء لتلك البكتيريا. الانطلاقة في التشكل لهذه البكتيريا النافعة تكون عند الولادة.
قبل ذلك في